ازاي تجتازي مقابله الجامعه؟ بما اننا خلصنا الثانويه العامه ونجحنا وداخلين على الكليات، اغلب البنات بتبقى عندها خوف شويه من المرحله الجامعيه، نظرا لاختلاف الوسط المحيط بيها، نظرا لان يعني التحصيل الدراسي بتاعها او الدراسه بتاعتها هتبقى مختلفه تماما عن دراسه الثانويه، بيبقى عندها شويه خوف من التجربه الجديده. النهارده جاي اقول لك على كم نصيحه لو عندك مقابله في الكليه حاولي تخلي بالك منها. اول حاجه حاولي ان انت قبل المقابله بتاعتك ان انت تسالي الناس اللي تقدمت قبلك للمقابله دي اتسالوا في ايه، يركزوا على ايه، وافتكري ان مفيش اجابات صحيحه، كل واحد وليه اجابته الخاصه بيه. حاولي ان انت تركزي في اجابتك وتختاريها بعنايه، تعرفي كويس جدا ما ينفعش تقلدي الناس، لا انت حاولي ان انت تختاري ذاتك وتتكلمي طريقتك انت. ثاني حاجه الانطباع الاول دايما بيتاخد من الشكل، فاحرصي دايما ان يكون شكلك كويس ومظهرك جذاب وتظهري قدام الناس والمحاضرين بشكل كويس جدا. والمقصود هنا ان انت يكون مظهرك كويس ولبسك حسن مش مبالغ فيه. ثالث حاجه حاولي تكون مواعيدك دقيقه جدا وتوصلي قبل الميعاد المحدد للمقابله. حاولي تتعاملي مع المحاضرين ليكي اللي بيجروا معاكي المقابله بشكل عادي جدا، ما تتخذهمش اعداء ولا تتخذيهم ان هم ناس اعلى من هم، طبعا اعلى منك في العلم، لكن ما تخليهمش ان هم مقدسين لدرجه ان هم يسببوا لك رعب وخوف ورهبه، فبالتالي تنسي الكلام اللي انت محضراه. خامس حاجه اهتمي بالموضوع اللي انت محضراه واجمعي معلومات كويسه جدا عنه، لان انت لازم هيسالوكي عن سبب اختيارك للموضوع ده. اهدي شويه عشان تحسني وقوفك قدام المجموعه. اخر حاجه حاولي تبتعدي عن الخوف، لان الخوف بيسبب اضطراب، بيخليكي تغلطي غصب عنك، ده بيخلي ثقتك في نفسك تقل. الاسئله المتكرره في معظم المقابلات اللي هو عرفيني عن نفسك، او ليه اخترتي النوع ده من الدراسه، او ليه اخترتي الجامعه دي او الكليه دي او القسم ده او الرغبه دي، وهل انت مقتنعه بالقسم ده مثلا، او انت شايفه نفسك ملائمه او تنفعي في المكان ده. ممكن يسالوكي هتعملي ايه لو كذا، يعني هيحطوكي في موقف معين وعايزين يعرفوا رد فعلك او تصرفك الطبيعي لو اتحطيتي في المكان ده. كمان من الاسئله اللي ممكن تتسالك ما هو برنامجك المستقبلي لتطوير المجال ده، مثلا نشوف رؤيتك لو انت اتحطيتي في المجال ده، عاوزين نشوفوا بتفكري ازاي، هتعملي ايه، هتقدمي ايه في المجال اللي انت داخلاه. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبك، وما تنسيش تعملي اشتراك لقناه حوريات. كانت معكم آلاء عرفة، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.